20 يناير تسجيل لثوره، شاءوا اخفاء الجريمه وشاء ربك ان هو يطلع الحاجات دي. طب احنا عايزين نشوف الشرايط دي. والله شوفي حضرتك، احنا الكلام ده كله في النيابه الان، لكن انا في 7 مشاهد او 7 شطات معايا اديتهم للاخوه عندك. يلا نشوف. دول اهميتهم دي مفاجاه رائعه. اهميتهم مش في المشاهد وبس، ايوه، اهميتهم في انه اثبات مكتوب بالارقام وبالتواريخ، اثبات ان دي تسجيلات كاميرات التلفزيون المصري. ايوه، لانه الكاميرا بتبقى عليها التسجيل التاريخ والتايم كود. ده اللي يهمنا بالزبط. بقى. نشوف بسرعه الشرايط دي يا جماعه. حضرتك طبعا المشهد ده قصاد التلفزيون بيصطادوا ناس ماشيه في الشارع ويكسحوهم. واقف رجال امن الدوله وواقف مدير امن التلفزيون. وفي المشهد السابق هتفاجئي بانه بتوع هنا بقى ده مشهد خطير جدا. العربيه اللي ماشيه دي حضرتك بتقتل الناس، بعد ما العربيه بتعدي من كل متر بتلاقي ناس ساقطه، ناس واقعه، وفي اسره كامله اتقتلت على الكوبري دوت. والعربيه دي ماشيه تنش رصاص وتضرب رايح جاي. كل ما تعدي العربيه خطوه، ودي عربيه ميكروباص وقفت تلم الناس اللي اصيبوا، والناس عمالين يحطوهم في العربيه. ده حضرتك المراكب اللي عند كوبري نهايه كوبري قصر النيل اللي على ناحيه الزمالك. ايوه. لكن واحد من اخطر المشاهد اللي عدت هنا، عربيات نقل بتنزل بلطجيه. كان في مشهد بتاع واقعة الجمل، يا ريت يجيبوه تاني، هوريكي حاجة خطيرة جدا. يعني أنا الحقيقة يعني لحظة صعبة عليا يا أستاذ. كلما تذكرت هذا اليوم وكلما تذكرت يعني هذه القسوة والوحشية في التعامل مع المواطنين، وبنقول لجنة تقصي الحقائق. أعتقد النهاردة معانا دليل بالشرايط المسجلة من كاميرات وزارة الإعلام ومن فوق ماسبيرو، وواضح فيها مدى عملية الانفلات الأمني الخطيرة وعملية البلطجة الواضحة. يعني مش معقول دخل شفت بيخبط برجله بيكسر، يعني ده واحد داخل التلفزيون عشان يكسر، مش غضب ده يعني. مش اللي كانوا في التحرير، لا خالص. التحرير كانوا واقفين. بعد كده بعد هذه البلطجة الشعب هو اللي حمل بلد. ايوه. طيب هنعمل ايه بالادله دي؟ عاوز اقول لحضرتك، اعتقد ان هذه ادله خطيره وهي موجوده مع النيابه دلوقتي. هذا المشهد اللي ورا حضرتك الان اذا كان ظاهر على التلفزيون، أيوه. انا عايز انبهكم مين اللي واقف بيحرس مسيره البغال والجمال والخيل. الحرس الجمهوري. بص كويس، دول الحرس الجمهوري مش الجيش المصري.
ولا حتى البوليس، الحرس الجمهوري واقف بيعديهم فعلا. ايوه عشان يروحوا التحرير. الحرس الجمهوري ده واخد اذن من مين؟ حرس الرئاسه. بالظبط. ده جزء جوهري مسؤوليه مبارك ومسؤوليه رئيس الحرس الوطني اللي انا الحرس الجمهوري اللي انا هبلغ ضده خلال الايام القادمه ايضا، لان اول مره هتبلغ ضد الرئاسه. لا انا بلغت خلاص ضد الرئاسه. أيوة. بس انا اول مره اشوف الحرس الجمهوري في المشهد ده. ايوه. فرئيس الحرس الجمهوري اللي بيعدي القتله لقتل الشباب المصري في ميدان التحرير، انا لازم ده يتحاكم. هيتحاكم يعني هيتحاكم. اللي يهمني هنا كل مسؤول ضليع في هذه المؤامرة البشعة على حياة الشعب المصري لابد أن يحاكم. وأتمنى أننا يا أستاذ أمير نرى محاكمات سريعة، وأتمنى أن تكون هناك محاكمات تحظى من الشفافية بمكان. وإحنا امبارح كان بيكلمنا المستشار الخضيري وكان بيطالب بالمحاكمات العلنية، وأنا بضم صوتي ليه، وأعتقد أن إحنا كلنا لازم نطالب بمحاكمات علنية لهؤلاء وسرعة البت. شوفي حضرتك، إن لم يحاكم مبارك وأولاده محاكمة عاجلة وعلنية علنية طبقا للدستور والقانون المصري، لو ما حصلش ده هيستمر الانفلات الأمني، هتستمر البلطجة. لأنه حضرتك سيدهشك انه لحد النهارده في مصريين طيبين ومواطنين صالحين بيقول لك هو يا جماعه الناس دي بجد بتشتغل معتقدين ان مبارك وولاده راجعين تاني؟ عندهم واصل الاحساس لكده نتيجه الله. امال فين الامن بتاع الدوله اللي المفروض انه عنده حصر تفصيلي باصحاب السوابق ومسجلين خطر، وعنده معرفة بمين اللي كان بيستخدمهم ضباط مباحث الجنائية في معارك التزوير والانتخابات؟ عنده حصر تفصيلي بدول. طب ما تقبض على دول يا اخي وتخلصها. الأستاذ أمير سالم الناشط الحقوقي ومنسق الحركة الشعبية لحماية الدولة المدنية بيقول أنه يوجد مخطط عن عمد كما يتضح من الشرائط التي تعرض للمرة الأولى على شاشات التلفزيون، وبنعتبر أن ده سبق. بنشكرك أستاذ أمير على أن أنت يعني قدمت لنا هذه الشرائط التي نتقدم بها على الهواء للنيابة ولجهات التحقيق للإسراع بأخذ خطوات في محاكمة هؤلاء بأمانة النيابة من ساعة ما تلقت هذا البلاغ اللي أنا عملته وهذه الشرائط شغالين 24 ساعة والله العظيم. بقوا انه في ادله كتير هم محتاجينها مش لاقيينها، محدش بيديها لهم. ربنا معاهم. النيابه عندها قضايا قد كده، والله انا ما عارفه بيشتغلوا يعملوا ايه، اشي حراميه واشي اموال واشي نهب اراضي واشي هربانين، واللي عايزه تسافر واللي هيمسكوا مين ولا مين ولا هيحققوا في ايه ولا في ايه. الحقيقه الفساد كان للركب. لا للرقبه. للرقبه. لا الحمد لله احنا لسه مطلعين راسنا فوق. وارفع رأسك فأنت مصري. طبعا. أستاذ أمير هتكمل معانا وننتظر